موضوع التجديد كمان مع نادي الزمالك اعتقد ريحك نفسيا. اكيد انا كنت محطوط تحت ضغوط الفتره اللي فاتت دي كلها. الناس طبعا في ناس طلعت اشاعات كتير ان انا ماشي، ان انا مضيت للنادي الاهلي. فانا استريحت جدا لما انا طبعا جددت عقدي مع نادي الزمالك. انت ما مضيتش في الاهلي، احنا قلنا ان انت قعدت مع حد في النادي الاهلي قبل ما تجدد مع نادي الزمالك. لا ما قعدتش. ما قعدتش يا حازم ما قعدتش. ما خلاص، ما انت جددت في الزمالك خلاص. انا جددت الحمد لله رب العالمين. كان في قعده مع احد المسؤولين في النادي الاهلي؟ لا خالص. لا متأكد؟ خالص. لا خالص. هحلفك. لا هحلف لك. مفيش مشكله، اصل خلي بالك هي قصه يعني دي احتراف، وانت عقدك كان بيخلص. اي حد او اي نادي عايز يرغب لا هو يعني هم في ناس معاك، بس انت يعني خلاص في النهايه جددت النادي الزمالك. لا هم في بعض الوكلاء هم عرضوا عليا طبعا ان انا نروح النادي الاهلي، وطبعا النادي الاهلي شرف لاي لاعب ان هو يروح النادي الاهلي، بس انا طبعا كنت نفسي ان انا اقعد في نادي الزمالك يعني. سعيد في الزمالك يا حازم الفتره الحاليه؟ جدا طبعا. ما تزعلش مني، انا ما بحبش اسال اسئله شخصيه، ولكن هكلمك في نقطه انفصالك عن زوجتك. ده فرق معاك شويه في المستوى الفني مع نادي الزمالك؟ شويه يعني انا كان في شويه مشاكل كده كنت مش مركز 100% يعني كان في شويه مشاكل، بس الحمد لله رب العالمين يعني على كل حاجه. بس زي ما حضرتك بتقول يعني فرقت معايا شويه الفتره اللي فاتت دي. الناحيه ايجابيه. اتجوزت ولا لسه تاني؟ لا الحمد لله. هتتجوز ولا مش لا شويه بقى شويه. طب عايزين نروح لمنتخب مصر. موضوع التجديد كمان مع نادي الزمالك اعتقد ريحك نفسيا. اكيد انا كنت محطوط تحت ضغوط الفتره اللي فاتت دي كلها. الناس طبعا في ناس طلعت اشاعات كتير ان انا ماشي، ان انا مضيت للنادي الاهلي. جددت في الزمالك خلاص. انا جددت الحمد لله رب العالمين. كان في قعده مع احد المسؤولين في النادي الاهلي؟ لا خالص. لا متأكد؟ خالص. لا خالص. هحلفك. لا هحلف لك. مفيش مشكله، اصل خلي بالك هي فانا استريحت جدا لما انا طبعا جددت عقدي مع نادي الزمالك. انت ما مضيتش في الاهلي، احنا قلنا ان انت قعدت مع حد في النادي الاهلي قبل ما تجدد مع نادي الزمالك. لا ما قعدتش. ما قعدتش. يا حازم ما قعدتش. ما خلاص، ما انت جددت. وطبعا النادي الاهلي شرف لاي لاعب ان هو يروح النادي الاهلي، بس انا طبعا كنت نفسي ان انا اقعد في نادي الزمالك يعني. سعيد في الزمالك يا حازم الفتره الحاليه؟ جدا طبعا. ما تزعلش مني، انا ما بحبش اسال اسئله شخصيه، ولكن هكلمك في نقطه القصه يعني دي احتراف، وانت عقدك كان بيخلص. اي حد او اي نادي عايز يرغب لا هو يعني هم في ناس معاك، بس انت يعني خلاص في النهايه جددت النادي الزمالك. لا هم في بعض الوكلاء هم عرضوا عليا طبعا ان انا نروح النادي الاهلي.